قول له يا رب انا مش قادر، مش قادر على حاجة، وحاسس ان انا مرهق وتعبان، شيلني، احملني على ذراعيك. هتحس بيه، هتحس انه فعلا شايلك. على مدى الحياة اختبرنا هذا الاختبار الجميل، يا ما نجانا من أتعاب وأثقال وأحمال وخطايا وضعف، يا ما شالنا على دراعه. واجعل الاختبار ده ما يتنسيش. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، هو بذل نفسه لأجلنا، طبعا عينه علينا، مش كلام. ايوه في العالم قال لنا هو في العالم سيكون لكم ضيق، هو عارف، وهو كشف لينا عن المستقبل. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن امام الضيق في وعد، ثقوا انا قد غلبت العالم. الوعود بتاعت ربنا لازم ناخذها مأخذ الجد. لما وعد وقال ان اللي في ايدي القطيع الغنم بتوعي اللي انا فديتهم في ايدي لا يقدر احد ان يخطفهم من يد ابي، ده وعد. مفيش قوة في الوجود تقدر تاخدنا من ايده. ولما قال انه يحامي عن غنمه فعلا، ولما قال الى مراعي خضر يقودها والى ماء الراحة يوردها، فعلا كلام مظبوط. لما المراعي الخضر مشبعة، اشبع مطرح ما المسيح له المجد يحطك، هو ضامن المراعي الخضر اللي فيها ايه؟ قال فيها الشبع. عشان كده داود قال الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. اختبار لذيذ لما احس اني راعي حي، وانه دايما يشبع نفسي في العالم المقفر المكذب. العالم وحش، لكن في المسيح شبع. مش هو اللي اشبع 5000 والمرة الثانية 4000 وفضل عنهم الخبز؟ ايوه طبعا. في المسيح الشبع. الراعي الصالح يشبع نفسي في قفر العالم. الإنسان المسيح عايش في الدنيا، يشتغل ويروح ويجي ويأكل ويشرب وينام ويشتري ويبيع، لكن نفسه جوه شبعانة. ليه؟ لأن الراعي يقوده كل يوم. أفتح الإنجيل كده أحس إن أنا بشبع، باكل. كلمة الله الحية الفعالة ديت بتشبع نفسي من جوه. العالم مش هيشبعني، العالم مش مشبع. افتح الانجيل اشبع. ليه؟ لان الراعي الصالح هيأ لي مائدة. ادخل الكنيسة اتناول جسد المسيح، اطلع اغنى انسان في العالم. ناول واخد المسيح، نفسي شبعانة جدا عن كل ما في العالم. الناس كلها بتجري، كله بيجري ورا سراب، يجري ورا أموال، ورا شهوات، ورا رغائب، ورا مجد العالم، ورا ممتلكات العالم. يجري لغاية لما يموت ومش شبعان. لما بتناول بحس بالشبع، مش راغب في شيء، بل بالأكتر مش ناقصني شيء. حلوة أوي الآية دي، رب يرعاني فلا يعوزني شيء. أنا مش معوز، أنا مش ناقصني حاجة. حتى
في الفقر. يعني ناس كتير تشتكي من الغلا، وناس كتير ما عندهاش فعلا حتى الحاجات الضرورية، لكن تلاقي النفس من جوه. ليه؟ لأنها ما بتشبعش من العالم، تشبع بالمسيح. كنت أزور راجل شحات غلبان أوي لا يملك من حطام الدنيا شيء، ساكن في أوضة حتة تحت سلم في غطا العنب زمان. روح أزوره، ازيك يا عم فلان؟ يقول يا ابوي يا ابوي ده خيره مغرقني، خيره كتير عليا، ده انا لو طلت ابوسه، خير كتير، شبع، لا يملك من حطام الدنيا شيء، لكن نفسه شبعان. يعني بيعيش ازاي؟ بيمد ايده حد يديله حاجه ياكلها، لكن نفسه شبعانه. وشفت في حياتي ناس كثيري الغنى، عندهم ثروات يعني ما تتخيلهاش، لكن نفسه جعانه، نفس جعانه من جوه، مش ممتلئه، مش شبعانه. عشان كده بقول لما اقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، يرد نفسي يهديني، ونفسي تبقى مرتاحة. ماء الراحة هو الروح القدس المعزي.